ماهر، مدير مركز النيل للإعلام تابع لرئاسة الجمهورية. أهلا بك يا أستاذ. اهلا بحضرتك. أيضا أرحب بالدكتور عصام البكل، عميد مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية. أهلا بحضرتك. اهلا بك. كل سنة وانتم طيبين الأول، واحنا بنحتفل الأيام دي بانتصارات أكتوبر، ويا رب تجعل أيامنا كلها نصر بإذن الله. خليني أسأل حضراتكم في البداية التعليم الفني، وهبدأ من الأستاذة عزة، وهقول التعليم الفني وله علاقة كبيرة بسوق العمل. فبالتالي التعليم الفني مش وليد اللحظة، نحن بنتكلم عن التعليم الفني، بنتكلم عن التعليم الفني بقالنا سنوات طويلة. ويمكن فرص العمل في الوقت الحالي، وان الكل عاوز يتوظف في الحكومه، وخريج الجامعه عددهم كبيره جدا، والنظره ما زالت في المجتمع المصري الى التعليم الفني ان هو يعني اقل من التعليم الجامعي. هتواجهوا ده ازاي؟ هو طبعا أهمية التعليم الفني ده كان يعني عنوان ورشة العمل اللي تناولها في مركز النيل للإعلام. وحابة بس في البداية أقول إن إحنا مركز النيل للإعلام تبع الهيئة العامة للاستعلامات. مركز النيل بيقدم إعلام تنموي، وبالتالي إحنا شغالين على استراتيجية التنمية المستدامة خطة مصر 2030، اللي من ضمنها التنمية المستدامة، الإصلاح الإداري، الشفافية، مكافحة الفساد. بنتبنى حملات ضد الإرهاب والأمن القومي والتنمية، الإرهاب والتنمية. عملنا حملات للسياحة وتنشيط السياحة، كان مع البيئة والطاقة الجديدة المتجددة. كل الاستراتيجية بما فيها بقى الموضوعات اللي هي داخلة في التنمية المستدامة، اللي هي التعليم والصحة والبيئة وكل القطاعات. اشتغلنا ركزنا على التعليم الفني لأهمية دور التعليم الفني للتنمية، وإنه يعتبر قاطرة للتنمية في مصر، وإن المستقبل للتعليم الفني والمشروعات الصغيرة والتعليم الفني اللي بيخرج لنا عمالة ماهرة تستوعب سوق العمل والتطورات الحادثة في النهضة الصناعية والاقتصادية والمشروعات الاستثمارية اللي شغالة في الدولة دلوقتي. فلازم تواجهها تقابلها عمالة ماهرة، وديت لازم يبقى في ربط بين التعليم الفني وسوق العمل. وده اللي خلانا ركزنا على الموضوع، لأن في تحديات كتيرة بتواجه التعليم الفني والتدريب المهني. وده اللي خلانا ركزنا مع ان احنا اخترنا محاضرين متميزين وريليتد بالموضوع، عشان نتكلم عن التحديات وايه هي سبل مواجهة المشكلات اللي بتواجه التعليم الفني، وازاي نقضي عليها، ويبقى في تغيير لنظرة المجتمع والنظرة المتدنية لخريج التعليم الفني. انه طبعا بس عشان مجاميع الصغيرة او ان الاهالي بيخافوا على اولادهم ان هم يتعلموا سلوكيات مش مظبوطة، لا احنا عايزين نغير بقى نظرة المجتمع للتعليم الدولة الفني. بتحاول تغير بقى كتير، ومع ذلك الفكر زي ما هو. ليه يا دكتور عصام؟ لا طبعا، هي اي دوله واعيه فاهمه ان قضيه التعليم الفني هي قضيه تنميه. يعني احنا كنا نتكلم ببساطه شديده ان الدول، لو بصينا الدول المصنفه انها دول غنيه في العالم كله، 70% من مخرجاتها بيتجهوا للتعليم الفني مش التعليم العالي. نسبه البطاله في سويسرا 3%، ومن اغنى دول العالم فنلندا نفس القصه، وهناك تلتين فعلا المجتمع بيتجه للتعليم الفني. النظرة دي هتتغير في مصر امتى؟ واحنا شايفين ما زال كل الناس بتجري انها تدخل من الجامعة عاوزة تتوظفها في الحكومة. اكبر دولة في العالم فيها كم من الموظفين هي مصر، عندنا 7 مليون موظف. ده مش موجود الرقم ده في اي دولة في الدنيا كلها غير في مصر. وده هيخليني اسال حضرتك، احنا عندنا بطالة ولا تباطل؟ بمعنى ان انا عندي المصانع في برج العرب وغيرها من الاماكن الصناعية بتعاني من قلة ندرة العمال، ومحدش عاوز حق ان هو يشتغل مهنة غير انه عاوز خريج جامعة عاوز يتوظف في الحكومة. والثقافة دي احنا بقالنا كتير قوي بنحاول نغيرها ما بتتغيرش. تمام. هي دي المشكله اللي كلنا بنلف حوالين منها، مع ان احنا مش عايزين نواجهها. ان فعلا مصر ما فيهاش بطاله، ان فعلا رجال اعمال يعني كله بيجمع على ان احنا عايزين عمال مرتبات مغريه على فكره. هنا نقف، لا هنا مش مرتبات مغريه ولا حاجه. احنا عندنا اللي هي يعني على الاقل بيبدا من 2000 جنيه. المهن الخدميه البديله، واخد بال حضرتك، بتحقق له اكتر بكتير. يعني التوك توك النهارده زي ما حضرتك شايفه كده، مصر كلها بتتكلم على التوك توك.
ده بيحقق 5000 جنيه و4000 جنيه. فلما تقولي الشاب لسه في بدايه حياته هروح اشتغل عند رجل اعمال في برج العرب مفيش مواصلات ملائمه، ويوم ما تتاخر تغيب كذا، وهو اصلا غير مؤهل فنيا، يعني هو اصلا رايح مش ملبي احتياجات رجل الاعمال دوت في مصنعه وياخد. طب المشكله هنا فين؟ المشكله في طالب الشغل، مش في هقول لا لحضرتك. في راجل الاعمال ولا في الدوله. لا، في رجل الاعمال هقول لحضرتك ليه. رجل الاعمال عنده استعداد ان هو يجيب عمله من بره، وفي طلبات بتيجي لوزاره الصناعه ان احنا عايزين نجيب لحامين من بنجلاديش، وصلنا للدرجه ديت، من باكستان عشان خاطر يشتغلوا في قطاع الصناعه، في قطاع البترول مثلا. طيب في نفس الوقت هو بيجيب عماله من بره اسهل له واريح له، وما بيستثمرش في ان هو يطور مستوى طلبه التعليم الفني. دي دايما بتبقى المشكله. يعني عندك عايزه رجل الاعمال او صاحب المنشاه ان هو يعمل دورات تدريبيه عشان يعلم الطالب الفني، لا مش او يأهله سوق العمل. لا الموضوع مش بالبساطه دي. ولا هو بيستسهل ويجيب عماله من الخارج؟ قصد حضرتك كده؟ لا احنا يعني رجل اعمال عنده احتياج. طيب. احتياج واضح. وهو عنده مشكله في تدبير اعمال، في تدبير اعماله، واحنا عندنا شباب ودي طاقه منتجه. تمام. الماتش بين الاثنين ده هو ده المشكله اللي احنا لابد بقى يحصل فيه تحاور بينهم. هديكي مثال. احنا عملنا في في سبتمبر اللي فات، يعني من اقل من شهرين، مؤتمرنا الثاني كان وتحت رعايه رئيس الجمهوريه. يعني احنا جبنا اعلى سقف ممكن يهتم بالقضيه ديت اللي هو سياده الرئيس نفسه، وعملنا منتدى الاكاديميه الثاني عن التعليم الفني ودوره في تلبيه احتياجات الصناعه، وقلنا كده السلوجان بتاعه التقنيه والنظره المجتمعيه. نفس السؤال اللي حضرتك بتسالني دلوقتي، مشكله التقنيه والنظره المجتمعيه. فجبنا كل المعايير بهذه القصه. اقل تواجد كان موجود لرجال الاعمال. يعني الاعلام، يعني احنا كان 3 محاور. دور الدوله بالكامل جت، مجلس التدريب الصناعي، التيفت، وزاره التجاره والصناعه، هيئه قناه السويس ممثله في جميع شركاتها، يعني كل قطاعات الدوله المعنيه بالتعليم الفني متمثله. وكان نائب وزير التعليم الفني موجود. المحور بتاع الاعلام برضه معلش يعني جه اول يوم وبعد كده وكسل بعد كده، وكسل في الايه في اليوم اللي هو فيه المحور بتاعه. يعني محور اعلام ما كانش فيه اعلام، انما في البدايه في الافتتاح كان موجود. محور رجال الاعمال كان محور ما كانش فيه التمثيل الموجود، مع ان هم عندهم مشكله بالفعل على فكره. فعلا وعندهم مشكله نقص العماله بشكل كبير جدا، ممكن في عنابر في المصانع واقفه بسبب قله العماله. ما هو بقى حضرتك معلش، هو عنده مشكله فبيحلها باسهل طريقه انه يرفع سعر المنتج. انما الحل الحقيقي بقى اللي هو الدول اللي نجحت فيه ان انا برفع مستوى العماله بتاعتي، العماله الفنيه، عشان خاطر احسن المنتج وسعره يبقى كومبيتيتيف، يطلع بره ويسوق جوه كمان. طيب احنا ما زلنا في مشكله اللي هي النظره ورغبه الشاب نفسه ان هو عاوز يتوظف في الحكومه، مش عاوز يتعلم مهنه ولا عاوز يدخل تعليم فني، حتى لو اتخرج من التعليم الفني عاوز يتوظف في اي مكان. مش عاوز يتجه الى المصانع. النظره دي بقى الدوله بقى لها كتير قوي بتحاول انها تغيرها، ندوات وورش عمل وخلافه، وما ذلك في تصميم غير طبيعي من الشباب ان هو لا عاوز يتوظف في الحكومه، مش عاوز يروح يشتغل في اي مكان. حلها يا دكتور. هحلها، بس حضرتك ايه يمكن مديها تعليمات مشدده قبل ما نقول، فانا ايه يا فندم التعليمات؟ لا يا فندم مش تعليمات. انا لا هريح حضرتك. لا انا اديت حضرتك تعليمات في ايه بقى؟ لا طب هكمل بس. لا بس انا لا عشان انت بتقول لي عدد التعليمات. مش عايز يؤخذ ان اللي انا هقوله ده فيه اعلان، ولكن هقول لحضرتك حاجه. حضرتك عشان اسم لا بغض النظر الاسم، قلت عشان الاسم عشان الاعلام بس مش اكتر يعني. لا هي يعني الاكاديميه العربيه دي معروفه في المجتمع السكندري، ويعني اعتقد مش محتاجه اعلان يعني على مستوى بس انا هتكلم في حته معينه. الاكاديميه من احد ادوارها المجتمعيه كويس خدمه المجتمع. فلما اتعمل معهد للتعليم الفني داخل الاكاديميه، خد بالك احنا بنتكلم على القطاع الخاص، فلا اي طالب بيخش القطاع الخاص ده بيشيل عبء من على الدوله. تمام. دي قاعده الاول. تمام. وبالتالي وعايز اقول لك زي اليابان مثلا 95%، 95 الرقم كده بالظبط كده، وعرضناه في المنتدى بتاعنا، 95% من مؤسسات التعليم الفني اللي هو بعد الثانويه العامه بيفندد بالقطاع الخاص. مصر 1%. مصر 1%. اليابان 5%. مصر شارع عبء قد ايه بقى؟ شوف الدولة شارع عبء مواطنين قد ايه؟ عشان كده دي بقت اليابان في الصناعة. بس مصر شايل عبء يعني سوري يعني مش محققين نجاح، احنا 139 140. للاسف احنا مش محققين نجاح عشان الشباب او المواطن مش مساعد الدولة في انه يحقق نجاح. ما انا هقول لحضرتك بقى القصة جاية ازاي. لما اجي انا النهارده اقول ايه مثلا الاكاديميه عملت معهد فني هدفه 1/10 من الرسوم، بس انا قدرت اجتذب شاب النهارده يجي ياخد مؤهل فني
ايه اللي خلى الشاب ده بدل ما يدفع 30,000 جنيه للسمسار يركب مركب كده ويروح يموت ويروح يسافر اوروبا يشتغل في الديرتي ورك وايا كان هيشتغل ازاي، وهو نفس ولي الامر يدفع لابنه نفس المبلغ بس يشتغل ياخد مؤهل فني. هنا لازم نبص على التجارب دي بقى، يعني التجارب دي ونحاول نعممها، لان احنا يعني معلش هي ما بتكسبش، بالعكس ده احنا بنخسر وبنعمل لها دعم. بس هدف الدعم ده ايه؟ ان نبعت رساله للمجتمع ان انت ممكن يكون عندك يعني سكسس ستوري ورول موديل ممكن تمشي عليه، لما هتعممه هتقدر تنجح. هي دي القصه. وهقول لحضرتك ببساطه احنا ايه الفرق. يعني الفرق ان احنا ما عملناش زي ما كل ما بيحصل في مصر كلها، اللي هو كله بيخترع العجله، كله عايز يحل المشكله كلها نقول كده اهوت، وطبعا بيتوه في تفاصيلها، زائد زي ما حضرتك قلت كده 7 مليون موظف، فدول بيدمروا اي نوع من انواع الكرييشن يعني. طيب جبنا المنهج اللي جاي من بره من جهه اعتماد دوليه زي ما هو بالظبط كده، اهلنا الشباب بتوعنا عشان خاطر يأدوا الماده العلميه ديت كويس، وسلمناها زي ما هي بتدرس بره، درسناها هنا وقلنا مش احنا اللي هنقيم من خلال بره بمعايير بره. هي دي الحدوته. يعني انا النهارده عايز اطبق النموذج كما هو كويس، بس بدون تغيير فيه في عشان سلوك المجتمع المصري هنطبقه زي ما هو. بس احنا هذا النموذج معمول عندهم عشان يناسب كل المجتمعات. يعني بمعنى ايه؟ النموذج مرن. احنا عندنا لما بتحط المنهج ده عشان تغيري فيه يعني توبيك معين كده عايزه 100,000 موافقه من 100,000 موظف ونطلع. انما احنا لا، احنا بنقول سوق العمل عايز ايه؟ المصنع عايز ايه؟ اقدر اعدل واعمل مرونه في البرنامج. يعني ده هيبقى حل من وجهه نظر حضرتك يا دكتور؟ احنا حلينا في 3 سنين كتطبيق يعني. بص حضرتك، احنا عندنا رساله بنقول ايه؟ ان سوق العمل يقبل على الخريج، مش الخريج يروح يدور على شغل. بالظبط. ده اللي حصل عندنا. مفيش ولا واحد بيتخرج ما بيلاقيش شغل. بل بالعكس، ده هو بيجي له فرصه 1 2 هو اللي بيختار. ده بالنسبه لطلبه الاكاديميه. تمام. طيب انا قلت الاكاديميه هو عشان هذا ما معهد الدراسات القانونيه والمهنيه. طيب ده يمكن برضو عشان التخصصات اللي هم يعني مركزين عليها تخصصات نادره، فبالتالي يعني بيتخطفوا في السوق. وده اللي حابين برضو نقوله انه يعني لازم نربط التعليم الفني بسوق العمل. يعني نشوف برضو ايه احتياجات السوق ويبقى فيها تدريب على اساسها. يعني في اقسام، انا لما كنا في ورشه العمل فوجئت ان في اقسام زي التشييد والبناء اللي هي قسم المعماري، دول ما بياخدوش تدريب لحد دلوقتي، مش بيلاقوا مكان يتدربوا فيه، وحتى لما بيتخرجوا ما بيلاقوش فرص عمل. في طلبة بيبقوا داخلين المدرسة وحابين يدخلوا قسم معين، بيتم توجيههم لأقسام تانية بالرغم ان هم حابين يدخلوا القسم ده، لكن بيتم دخولهم لأقسام غير اللي هم حابينها. وبالتالي برضو يعني بصي، كل ما يكون الطالب حابب حاجة ممكن بيبدع فيها أكتر. في تخصصات مش موجودة ودي محتاجة السوق. يعني احنا برضو من ضمن التوصيات قلنا انه يبقى في مدارس للمصانع للبلاستيك، للجلود، لدباغة الجلود، في تخصصات معينة مش موجودة، للألوميتال. حابين برضو قلنا ان احنا نعمل مصنع داخل مدرسة، بحيث الطالب نفسه بعد ما يعني ينتج يسوق في نفس المدرسة ويبقى فيه عائد داخله. وايضا عايزين نعمل فصل داخل المصنع، الاثنين بالتوازي. بالظبط. يعني هو فصل داخل مصنع ساعات بيروحوا يتدربوا على معدات مش هي المعدات اللي هم بيتدربوا عليها، وبعدين مش متأهلين الطلبة ان هم يكونوا قائد على المكنة. يعني ان هو يقدر ان هو يقود مكنة، وان هو يقدر يعني الشخصية برضو لازم يتم تدريبهم في المدارس. المدرسين طبعا لازم احنا نتكلم ان احنا لازم نأهل المدرسين، لازم ندرب المدرسين الاول. بالظبط كده، لازم ونمد المدارس بالآلات والمعدات، لانه ما فيش آلات بتواكب التقدم اللي موجود في المصانع والشركات. فهو بيتعلم على مكنه قديمه ويروح المصنع يفوجئ مش عارف يتصرف مع المكنه الجديده والتقنيه الجديده. طيب هل الاعلام بيقوم بدوره في توجيه الشعب او محاوله تغيير فكره المواطن عن التعليم الخاص؟
خصوصا ان دلوقتي رئيس السيسي زي ما انت شفتوا معانا في الجزء اللي انا جبته كان بيتكلم عن الاعلام والدور اللي بيقوم بيه في هنقول في التخبيط في الدوله في الوقت الحالي. اتفضل يا دكتور. هو انا بس يعني عايز القط حته عشان مش هقدر اعديها يعني. طب اتفضل. حته فصل داخل مصنع ولا ومصنع داخل مدرسه ولا مصنع داخل مع مدرسه. بعض. كويس. لا انا يعني انا رايي الشخصي ده، انا مسؤول عن رايي الشخصي ماليش دعوه بحد. فصل داخل مصنع ده مأساة مأساة فعلا، وانا بعتبر ان يعني حرام ان احنا نستمر في هذه التجربه. انما مصنع داخل مدرسه هو ده بقى التجربه اللي احنا لازم نعممها ولازم ندعمها، وهي دي اللي مفتاح النجاح الحقيقي. المدارس المنتجه دي احدى التوصيات اللي كانت في المنتدى بتاعنا. فعلا انا لازم داخل المدرسه اوفر لهم آلية ان انا انتج واخدم المجتمع حوالين مني، ولما اخدم المجتمع انا استفيد والمدرسه تستفيد والمدرب يستفيد، يعني كل الاتفاقات تستفيد والمجتمع يستفيد. انما انا النهارده لما بعمل فصل داخل مصنع، رجل اعمال بس اللي بيستفيد، وللاسف بيستفيد وبيضر في نفس الوقت. بيستفيد وجه الضرر ايه يا دكتور؟ هقول لحضرتك ايه. لان بمنتهى البساطه ان انا النهارده عايز الطالب يدرس وهو جوه المصنع، بس انا بحوله اكشولي كده ان مفيش دراسه وانما بيبقى عامل بس. وعامل مش حرفي، يعني هو لا يكتسب مهاره ولا يكتسب حرفه، لان هو احنا بنوجهه للاسف لصناعات اللي هي صناعات النسيج بشكل محدد كده، هي دي اللي بتقدر تستوعب اكبر عدد من العماله، اللي هي ما بتكسبش الطالب اي نوع من انواع الحرفه. زائد ان اللي جوه المصنع مش مؤهلين للتدريس لا تربويا ولا عندهم حتى خلق ولا هم انترستد في القصه دي، فهو خلاص عارف زيه زي بقيه مخرجات التعليم الفني اللي احنا كل بنعاني منها بقى بعد لما يرجعوا لراجل اعمال. هو مش مستفيد منه، لا خد حرفه ولا خد علم، انما خد شهاده، والشهاده دي خلته يخش كليه، ويخش كليه مستوى ضعيف، يبقى برضه في الكليه بضطر انا عشان خاطر ما يحصلش تكدس اقعد انجح يطلع سوق العمل وهو لا يملك. يعني احنا بنتكلم بوضوح شديد، احنا عندنا ناس بيحملوا مش بالدبلومات بقى، بيحملوا بكالوريوسات وعندهم مشاكل في القرايه والكتابه. انت مظبوط. فده واقع احنا يعني متغاضين عنه. انما انا النهارده لما اجي اقول بقى ايه، لا المصنع داخل المدرسه. بس على فكره دولت خريجي اللي ما بيعملوش يقروا ويكتبوا، مش بس خريجي الفصول اللي داخل المصانع، ده خريجي مدارس عاديه كمان. ايوه بس احنا ساهمنا بقى في ايه، في ان المشكله تتضخم بالنسبه للتعليم الفني. انا بقعد البنت او الولد على مكنه يقف يؤدي العمل اللي بيقعده واللي قاعد قدامه، ده بياخد سي 2500 جنيه وده بياخد 400 جنيه، وهما الاثنين نفس الانتاجيه، لان المكنه في المصنع ما ينفعش يطلع كده الفلو غير لما يكون كله ماشي يونيفورم، ما ينفعش يحصل تكدس في مرحله. فطبيعي جدا ان هم بيشتغلوا بنفس الاداء، وده بياخد 400 وده بياخد 2400. طب هو بيشتغل ورديه كامله طبعا عشان المصنع ما يقدرش يشتغل نسب. طب هيدرس ايه؟ نعفيه من مواد دراسيه، يعني المواد اصلا الدراسيه اللي هو مثلا بيدرس الطالب الموازي ليه في المدرسه بيدرس 8 مواد، ده بيدرس 4 مواد او العكس وهكذا. فطبعا لا، طب مأساة فعلا. طيب دكتور ما جاوبش على موضوع الاعلام. حضرتك بقى تقولي لي هل الاعلام بيقوم بدوره بالنسبه للتعليم الفني، خصوصا ان الدوله متجهه تقريبا من بدايه ال2000 للتعليم الفني، ويمكن انا اشرت ان كان في عندنا مشروع اسمه مبارك كول الحقيقه كان خاص بالتعليم الفني عشان خاطر نطلع بقى من عنق الزجاجه بالنسبه لفتك الميري اتمرغ في ترابه، وان يكون عندي اعداد مهوله بتخرج كل سنه من الجامعات وكله مش عاوز يتجه للتعليم. خلاص انت اتخرجت من الجامعه بقى معاك شهاده جامعيه، اتجه بقى للمصانع، للحرف، شوف مهنه انت بتحبها، اعمل مشروع صغير. كل الفكر ده الشاب مش بيفكر فيه، بيفكر ان هو عاوز الدوله توظفه ويبقى له مرتب ثابت في اخر الشهر. اتفضلي. احنا لو هنتكلم على الاعلام لو انا بتكلم على الاعلام انا هتكلم على دور مراكز النيل او دوري انا، يعني كمركز النيل انا بعمل توعيه على قد ما يعني بنعمل توعيه، ودايما بنركز على الموضوعات الهامه. لما لو نتكلم على الاعلام بقى اللي هو التلفزيون والقنوات الفضائيه، لا طبعا مش قايمه بدورها خالص. محدش بيتكلم عن لا 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 خالص. وما بيركزوش على القضايا اللي تفيد المجتمع، وان هي يعني تركز على المشروعات القوميه اللي بتحصل وعلى النهضه اللي بتحصل. لا هم بيركزوا على حاجات تانية خالص بتوجهات اخرى يعني. فده اللي انا يعني بعيبه على الاعلام دلوقتي. ولازم يبقى فيه ميثاق شرف للاعلام، ولازم يبقى فيه التزام من جهة القنوات الفضائية الكتيرة اللي هي طبعا بتوجهات أصحابها. ولازم برضو التلفزيون المصري والإعلام المصري يتجه بقى ان هو برضو يركز على احنا افتقدنا
برامج كتيرة زمان كانت بتتعمل زي برنامج سر الأرض وبرامج التوعية اللي كانت موجودة. دلوقتي ما بقاش فيه زي الأول، اتلغت، معلش اتلغت. ودي يعني أنا شخصيا حتى كنت بقعد اتفرج عليها. ده كان بتعلم الفلاح ازاي يزرع أرضه أساسا. ودي لازم ترجع تاني ويرجع البرامج اللي هي بتبرز أهمية التعليم الفني وأهمية المشروعات الصغيرة. لازم يبقى فيه اهتمام شوية دلوقتي. ده يمكن الدراما في بعض الأحيان بتحقر من شأن التعليم الفني أو صاحب المهنة. أكيد. فده يمكن ده اللي خلق بقى في موروث كبير جدا عند المواطن بالنسبة أو نقطة حتة حساسة بالنسبة له هو التعليم الفني. مصر ما تقولش رأيك في الإعلام؟ لا بالعكس، ده أنا دي توصية تانية. خلاص وقت الحلقة كده انتهى معنا، دكتور اتفضل. لا طب هي طبعا بسرعه، احنا دي كانت توصيه ثانيه اللي هي تبني الدوله حمله تحسين الصوره الذهنيه للتعليم الفني بوسائل الاعلام دي. يعني دي توصيه من توصياتنا ودي حاجه مهمه جدا. الحاجه الثانيه ان احنا لا احنا يعني حضرتك قايمه بدور دلوقتي ظريف، بس احنا لو كملنا بقى الدور ان احنا نبص التجارب الناجحه يعني بشكل سريع جدا. احنا كان عندنا مسابقه معينه كده، والولاد بتوع الخريجين مش بيتعلم، لا ده بيطلع منتج. فراجل اعمال طلع قال انا بشتري المنتج ده من بره ب $10,000 كويس، وما بعرفش اجيبه لاسباب كتيره جدا وكده، وانتوا بتصنعوه هنا. الراجل كان طب انا عايز اشتريه دلوقتي، احنا مش جهه ان احنا نبيع ونشتري. فقلت له روح للطالب وتعاقد مع الطالب، والطالب هيعمل لك نفس اللي انت شايفه دوت اللي هو كان في المشروع. كانت مكنه CNC معروفه النهارده كل الناس تعملها، ويبدا طب الطالب ده لما يتخرج عمل المنتج بتاعه وتخرج بيه وطلع بره، بقى هو دي بدايه رياده اعمال، وهيبقى ان شاء الله بعد كده. هي دي التجارب الناجحه اللي احنا المفروض الاعلام يسلط الضوء عليها ويقول للولاد لو دخلتوا في المجال ده وفهمت صح مهنتك هتطلع وهتنجح وهتبقى رجل اعمال ان شاء الله. كان في برامج كانت بتركز على المشروعات الصغيره، وحتى التمويلات اللي كانت بتتم من الصندوق الاجتماعي، المبلغ 10,000 جنيه، وازاي ان نحول خامات عندي لمنتج في الاخر بيبيعوا، كانت بيساعدهم في التسويق ده. برضو كل هذه الامور ما بقاش موجوده. هو دلوقتي بس موضوع الصندوق الاجتماعي يعني هو جاء فتره والناس كلها كانت يعني بنروج للصندوق. دلوقتي بقى فيه هجوم على الصندوق ان هو بياخد ضمانات كبيره. طب ما بياخد ضمانات ليه؟ وعشان كان في ناس كانت بتتلاعب وكانت بتاخد فلوس وفي ناس تقاضت. يعني مش كل حد يقدر يدفع الضمانات دي، وفي بطء، وخلى ان البنك هو اللي بيدي القرض. يعني القرض عن طريق الصندوق بيجي من خلال بنك، والبنك بياخد ضمانات كبيره جدا، وعقبال ما بيدي قرض بياخد وقت. يعني في ناس بعد سنه عقبال ما بيحصلوا على قيمه القرض. فدلوقتي برضو في نظرة سلبية لموضوع القروض. حضرتك اتكلمتي على موضوع مبارك كول اللي هو مدرسة داخل مصنع. واحنا كان معانا في الورشة حلقة النقاشية، كان معانا المهندس هاني المنشاوي وهو مسؤول مشروع رجل أعمال ومسؤول مشروع مبارك كول، واتكلم على بصفته برضو رجل اعمال وعضو جمعيه رجال الاعمال. كان بيتكلم على ان في يعني قايمه في تخصصات تم فتحها جديد زي السكرتاريه الطبيه، ودي بتعاقد مع كليه الطب انه يخرجوا بدل ما يبقى الدكتور مشغول بالنواحي الاداريه او التمريض، فيبقى في طلبه او خريجين تعليم فني مختصين بالنواحي الاداريه، السكرتاريه الطبيه، حاجات ده داخل مشروع مبارك كول ده تم استحداثها حاجات جديده. دي بيفتحوا مدارس للورق، مدارس للجلود، مدارس للالكترونيات وحاجات التقنيات الفنيه. دي فعلا لو دخلت هيبقى في طفره في التعليم الفني. وبرضو ارجع تاني واقول ما فيش اي تنويه للمواطن عشان يعرف عن المشروع ده حاجه او حد يتكلم عنه. يعني انا هنا بس انا عايزه اقول على حاجه بقولها من سنين وبقولها دلوقتي، ان الدوله بتعمل قصارى جهدها عشان خاطر ترتقي بمستوى المواطن، وان ما يبقاش عندي طوابير من الشباب قاعدين مستنيين فرص عمل مستنيين الدوله تعينهم، ولكن هو الاتجاه ان ما فيش او السائد من سنوات الحقيقه ان الاعلام ما بيركزش على النقط المضيئه على اللي الدوله بتعملها، فبالتالي المواطن ما يعرفش عنها حاجه، وبالتالي الفكر القديم ما زال هو السائد. حتى لما اي حد يقول لك ده انا بشتغل مهنه، ممكن خريج جامعه واعمل حداده، اعمل اي حاجه اي مشروع خاص بيه ونجح فيه،
النظره برضو بالنسبه له بتبقى مختلفه شويه، ما بيبقاش في نفس المستوى نتيجه لترويج افكار مش صحيحه عن التعليم الفني. يمكن على سيرة إلقاء الضوء على دور الدولة. الدولة عاملة مشروع رائع اسمه التدريب من أجل التأهيل لسوق العمل، ودي منح مجانية تماما، الولاد ما يدفعوش ولا مليم فيها، ومجلس التدريب الصناعي هو اللي بيتحمل تكلفة التدريب بالكامل. وعندنا برضو كانت تجربة ان احنا فتحنا باب القبول للمنحة ديت وتقدم لنا الولاد. بس انا هقول لك السنة اللي فاتت مثلا من ضمن الحاجات اللي كانت الاعلام ركز قوي عليها، يعني سبب ان كان في بنتين خدوا دورة لحام تحت الماء. هم حاليا بيشتغلوا يعني وفتح لهم سكة بيزنس يعني. انما انا يعني عشان خاطر بنت، وعشان خاطر بنت بتلحم تحت الميه، وعشان خاطر المنظر غريب، وكأن المشروع كله اللي كان فيه عندنا 1500 شاب وشاب هو البنتين اللي كانوا اختزلناهم في البنتين. ما هو ده الاختزال بقى. ايوه بالظبط. ده الاختزال، واللي يمكن خلاص بقى الكلام عن الدور اللي لازم الاعلام يقوم بيه. احنا مش محتاجين اعلام بيتكلم باسم نظام، ولكن احنا محتاجين اعلام يتكلم باسم دوله عاوزين نوقفها على حيلها، وعاوزين خاطر ان احنا ننهض باقتصادنا ونرجع اقوياء زي ما كنا واحسن مما كنا، عشان خاطر ما يبقاش في عند حد بيعاني من البطاله. وحته مهمه جدا حضرتك جبت سيره مبارك كول. مبارك كول النهارده مخرجاته لما تسالي الناس من 5 سنين منبهرين بالتجربه، وكانت طبعا المانيا موجوده، والولاد اللي هم خارجين مبارك كول النهارده الدنيا اختلفت تماما. نفس المشروع بنفس المكونات بس اصبح التقييم مختلف. التقييم بقى اقل جدا جدا النهارده المستوى. ما هو ده برضو الاتجاه الاعلامي اللي بيتم. فانا عايزه اقول يا جماعه مصر دوله قويه، مصر بتعمل حاجات كتير كويسه، ومش هتسمح لكل اللي بيخربوا فيها في الوقت الحالي سواء كان في الاعلام او في اي مجالات اخرى، ولكن بنقول في الاخر لا يصح الا الصحيح، وكل من اخطا سيتم عقابه. انا بشكركم جدا، بشكر حضراتكم. والاستاذه عزه ماهر مدير مركز النيل للاعلام تابع لرئاسه الجمهوريه، بشكرك. كل سنه وانتم طيبه. بشكر ايضا الدكتور عصام البكل عميد مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية. بشكر حضرتك يا فندم، بتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله بإذن الله يبقى في نظرة مختلفة للتعليم الفني، عشان خاطر ما اقعدش واحط ده على خدي واقول أنا مستني الدولة لما تشغلني بعد ما اتخرج من الجامعة. في كتير بيتخرجوا من الجامعة لكن محتاجين يفتحوا أسواق عمل بالنسبة لهم أو مشاريع خاصة بيهم عشان يحسنوا من مستوى أدائهم. بشكركم مشاهدينا، وعايزه افكر حضراتكم عندنا 7 مليون مواطن موظف، الدوله تتحمل رواتبهم ومكافآتهم كل عام، واحنا في ظل اقتصاد محتاج لدفعه وباور كبير جدا للامام. الرقم ده مش موجود في امريكا اللي بتتغنوا بيها بلد الحريات، ما عندهاش حوالي 2 مليون موظف. وبعدين يقول لك بتدي اعانه لكل مواطن في اخر الشهر، بتديله اعانه علشان خاطر ده بدل في حاجات تانية، عشان خاطر هو ما بيحملش الدوله اي اعباء لا وظيفيه ولا مرتبات. بلدكم بلد قويه عمرها ما كانت تابعه لاي دوله في قرارها، لا في السابق ولا في الحالي، ولن تكون تابعه في الايام القادمه. علشان كده هي مستهدفه من الجميع في الخارج والداخل، وده من باكد مصر باقيه وكل المتربصين بها الى زوال. تصبحوا على الف خير.